مع بعض النجريسكو الجميل ده. نبدأ مع بعض على طول. حطيت كده حلة على النار فيها 4 معالق زبدة معاهم 4 معالق دقيق. تقلبي كده الزبدة مع الدقيق كويس. لازم تحطي كده قرع الدقيق قد الزبدة عشان يطلع معاكي مظبوط. احنا بنعمل كده مع بعض البشاميل بكل تفصيلة فيه، عشان في ناس بتخاف منه بتقول اللي هو بيكلكع معاها. لا، امشي على الخطوات دي هيطلع معاكي مظبوط جدا. طبعا لازم الدقيق يكون زي قد الزبدة عشان يطلع معاكي مظبوط. قلبت كده كويس لحد ما ياخد اللون الذهبي اللي انتوا شايفينه ده. وايد كده بتقلب وايد نازله باللبن واللبن يكون بارد عشان يطلع معاكي مظبوط. تقلبي كده كويس. عايزه تحطي كوبايتين لبن معاهم كوبايتين مرقه. طبعا صح، مفيش، احنا مش بنقف على حاجه. كوبايتين لبن معاهم كوبايتين ميه برضو صح. طبعا بعد كده ما قلبت كويس نزلت كده بمعلقه فلفل اسود ومعلقه بهارات. مكعب مرق فراخ بمناسبه ان انا يعني عاملاها بالفراخ يعني نجريسكو. طبعا في مكعبات مرق باللحمه زي ما تحبي. طبعا لو عندك فلفل ابيض متوفر عندك يكون احسن، عشان في ناس مش بتحب التوابل تبان في البشاميل. كده عندي مكعبين جبنه مثلثات كده بيخلوا البشاميل في مكان تاني خالص، ومعلقه قشطه بتخليه تحفه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. وتقلبي كده كويس هيطلع معاكي جميل ومظبوط. هتبقي استاذه فيه، وزي ما انت شايفه بالشكل ده. انا بحب قوامه ده اللي هو فيه ده. دي القشطه لسه بتسيح فيه عشان ما حدش يفكر ان هو مكلكع. لا، طالع معايا مظبوط وجميل. وتشيليه من على النار عشان كل ما بتحطيه على النار حتى لو انت طافيه بيطلع معاكي تقيل. بعد كده بقى بدأت ان انا اعمل الفراخ. اعصج الفراخ بالشكل ده. حطيت كده الطاسة على النار فيها الزبدة او الزيت بتاعك لحد ما يسخن كويس. وبعد كده نزلت بالفراخ. حطيت عليها بقى كده معلقة فلفل اسود ومعلقة بهارات. وسبتها كده لحد ما تاخد اللون معايا. طبعا ما تنزليش بالفراخ الا لما الزيت بتاعك او الزبدة يسخنوا كويس عشان تسمعي الطش ده، عشان الفراخ ما تنزلش ميتها. وبعد كده تنزلي بالبصل بتاعك كده جوليان او مكعبات زي ما تحبي. قلبت بقى كده كويس لحد البصل بتاعي ما دبل. وهنزل بقى بالخضار بتاعي. الخضار ده بقى فلفل الوان وجزر وطماطم المتوفر عندك. النجريسكو بيحب الخضار يعني. طبعا اولادنا الاولاد اللي مش بياكل خضار هياكلوه بالشكل ده مع الفراخ عشان بيبقى طعمه جميل. وطبعا فيه فوائد كتير لازم نحببهم في الخضار. طبعا نزلت بقى بالخضار بتاعي والفلفل الالوان اللي مش متوفر فلفل الوان فلفل اخضر يمشي عادي. طبعا والطماطم بقى قلبت ده كله كويس وشلته من على النار لما استوي. وبعد كده انا كنت حاطه حله على النار فيها بقى الميه تغلي وفيها معلقه ملح ومعلقه زيت عشان المكرونه. وقلبت كده المكرونه كويس لحد ما تحسي ان المكرونه بتقطم معاكي كده تبقى مظبوطه. ونزلت بقى بالبشاميل كده في قلب الصينيه. وبعد كده بقى بحط كمية بشاميل على المكرونة بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. البشاميل بتاعي في ناس هتقولي ان هو خفيف. احنا بنحبه بالقوام ده وكده. لما بيخش الفرن بيتقل اكتر. وبعدين بتبقى المكرونة بتاعتك جوسي كده وجميلة. نزلت بقى بكمية المكرونة كلها. انا مش ما حبيتش اعمل الطريقة اللي هي التقليدية ان نحط كده طبقة مكرونة وطبقة فراخ وبعد كده طبقة مكرونة. لا، احنا بنحبها بالشكل ده وبتطلع جميلة. جربوها انك تحط كده لكل كمية المكرونة وبعد كده تحطي بقى الخضار بتاعك او اللحمة بتاعتك يعني. وبعد كده تنزلي بقى بالبشاميل كده. بقى اما تيجي تاكلي بتحسي ان الخضار بيطلع يعني مع المكرونه كده على طول. اولادي بتحبها بالطريقه دي. وطبعا انا بديك الفكره وزي ما تحبي. نزلت بقى بالبشاميل. وبعد كده هحط الزيتون. اولادي بيحبوها كأني شكلها زي البيتزا كده. طبعا اللي يعجبك، انا بديكي بس فكره واللي يعجبك اعمليه بالشكل ده كده. بس كانت طالعه جميله معايا وجوسي كده وجميله وتحفه. جربوها مش هتندموا. وبعد كده الجبنه الموتزاريلا. وبعد كده بقى هدخلها الفرن وهتطلع معايا بالشكل اللي انتوا هتشوفوه ده. كانت جميله جدا. طلع بالشكل ده شكلها تحفه. طبعا لو وصلت معايا لحد هنا ما تنسيش تدعميني في القناه بقى واللايك والشير. واشوفكم على خير ومع السلامه.